أبويا راح اشترى راديو عشان كان نفسه يجيب راديو عشان يرجع لأيام زمان ويسمع المحطات اللي كان بيسمعها بهزار. قلت له ايه يا راجل يا عجوز، مش قادر تستغنى عن أيام زمان ولا ايه؟ ضحك لي لا يا عم، عشان بس في محطات ما كانت مقفولة بقالها 25 سنة بس رجعت تاني. كنت بحب أسمعها على ما أظن كان اسمها 101 100.1، مش فاكر والله. المهم رحت الكلية عشان كان عندي محاضرة بتبدأ من الساعة 1 بتخلص الساعة 3، وأنا قاعد مع صاحبي هاني بحكي له على ايه اللي حصل الصبح. هاني ضحك قال لي ده نفس اللي حصل مع ابوه بالظبط. المهم روحت لقيت الراديو شغال، وكانت المحطة دي وكان عندهم فقرة كده أنا خدت بالي منها، إنهم بيقولوا أسامي الناس في الآخر وبعدها بيقفلوا على طول. الفكرة ما فهمتش ليه، طب والناس اللي بيقولوا أساميها دي بيكسبوا إيه ولا بيستفيدوا منها في إيه؟ رحت سألت أبويا مش عارف برضه، قال لي دي ما كانتش فقرة زمان أو دي حاجة ما كانوش بيعملوها زمان. ما اهتمتش، بس في حاجة غريبة اتقالت: هاني نور الدين. ايه ده؟ هاني ده صاحبي. استغربت، اصل ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه هاني ده هيكسب ولا هيعمل ايه؟ استنيت تاني يوم عشان اكلمه في الموضوع. اللي حصل انه هاني ما جاش. هاني قعد مختفي بقاله اسبوع. هاني اختفى. هاني قعد شهرين مختفي، والفكرة انه اهله قعدوا يدوروا عليه وكلموا البوليس وما لقوهوش نهائي. شهرين من الخوف والزعل. بس اشمعنى هاني؟ اشمعنى هو؟ انا كنت متدمر الفترة دي الصراحة. اصل هاني ده كان عشرة عمري، واخر حاجة جت في دماغي ان هو يختفي بالشكل ده. مرة واحدة جه في دماغي انه محطة الراديو، ولما قالت اسمه افتكرت. رحت شغلت الراديو على طول. كانت الساعة 3:30، نفس الوقت اللي انا روحت منه من الكلية ساعتها. وانا بسمع الراديو بيقولوا اسامي ناس تانية خالص: كريم نور الدين، مهند، احمد علي، علي احمد كمال، وكملين. وبعديها وقفوا، معرفش اسم اي حد فيهم ولا اي حد. اليوم اللي بعديه برضه ولا اسم اعرفه، واللي بعديه واللي بعديه، لغاية ما قالوا عمر محمد سعد، وده كان اسم جاري، حاج كده جميل. جريت على طول اخبط على باب الشقة. قعدت قعدت اخبط ومستني. استنيت كتير قوي، اترعبت. ما لحقوا يوصلوا له. فتح لي عم عمر، شافني خايف قال لي مالك في ايه؟ قلت له اوعى تطلع من البيت، اوعى يا عم عمر، بلاش. استغرب من اللي بقوله ده وضحك. قال لي يا ابني انا عجوز اصلا مش بطلع من بيتي. قال لي بس في ايه؟ ارتحت. قلت له ولا اي حاجه، ولا تشغل بالك. اليوم اللي بعديه رجعت من الكليه عمال افكر، طب هاني وصل لايه؟ طب هاني فين دلوقتي؟ لغايه ما لقيت العماره عندنا متشمعه والظباط كلهم واقفين شايلين عم عمر وهو ميت.